يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سماحة شيخ ليث، بشرونا عن صحتكم. حياكم الله، مرحبا. حياك الله. رامي عيسى مع حضرتك يا شيخ، حبيت أسلم عليك. يا رامي عيسى. حياك الله. شلونك شيخ ليث؟ أهلا وسهلا. من وين العفو؟ من مصر، موالي اسم رامي عيسى، موالي لآل البيت، موالي. أنا ما سألتك من أنت، موالي مو موالي. من وياي العفو شخصك؟ أنا اسمي رامي عيسى، محب السيد حيدر الموسوي، يا حيدر الموسوي. اللي هو بيطلع في التلفزيون. ما أعرفه. ولد. لماذا زوج علي بن أبي طالب عليه السلام ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب يا شيخ؟ ممكن تجيبني بالله عليك شيخ ليث، ولا تدخل إلى غيبة صغرى؟ أستاذ، أول شيء نعم. الله يسعدك يا بعد قلبي يا وردة. هرب جبناء هذا الزواج الذي نسف دين الإمامية نسفا. كما ترون اهو، خرجت أم كلثوم بنت علي من فاطمة واسمها رقية إلى عمر بن الخطاب فأولدها زيدا. في كتاب المجد في أنساب آل البيت، جل كتب الشيعة تشهد بذلك، ولا ينكر هذا الزواج كما يقول الشريف المرتضى إلا جاهل معاند. شوف معايا يا شيعي عقل، شوف معايا هنا. الشريف المرتضى قال: ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند، وأنها ولدت أولادا من عمر معلوم مشهور. فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت، وأنها ولدت أولادا من عمر معلوم مشهور، ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند. شايف؟ إلا جاهل أو معاند. وما كان من المعمم ليس الحسناوي إلا أن يتهرب، لأنه يعلم أن هذا الزواج ينسف معتقد الإمامية نسفا. نسأل أن يهديك أيها المعمم ويأخذ بيدك إلى الحق.